أكلة النهارده من الأكلات اللي مهدور حقها بصراحة، متربيين عليها زمان وكنا بنعملها كتير جدًا، بس ساعات عشان بتفُك منكم وساعات ما بتطلعش مضبوطة، ما بتحبوش تعملوها كتير، مش كده؟ طب تعالوا بقى أقول لكم على أسهل طريقة ليها، بس بعد ما نقول سلام عليكم. هي مش أسهل طريقة وبس، لأ وأنجح طريقة، لإن هاقول لكم شوية أسرار تخلّي البطاطس معاكم ما تفُكِّش خالص. أول حاجة واللي أنتم شايفينها قدامكم دي ودي تريكاية مهمة جدًا، إن أنا باسلق البطاطس بقشرها. وعشان تستوي بسرعة لازم تكون البطاطس دي صغيرة، طبعًا البطاطس الصغيرة عارفين إنها أرخص كتير من الكبيرة، لكن لو جبتوا الكبيرة وقسمتوها من النُص كده وسلقتوها وهي مقسومة من النُص، هتشرب كمية مَيّة كتير وهتفُك منكم بمنتهى السهولة. وبعد كده بقى باهرسها بالشوكة، ما باهرسهاش بأي حاجة تانية عشان عايزاها خشنة شوية، وعشان ما حدش يقول لي سلقتِ البطاطس إزاي أنا جبت مَيّة غليتها كويس أوي وبعدين حطيت فيها حوالي نُص معلقة ملح، غسلت البطاطس الصغيرة وبعدين حطيتها في المَيّة. وسِبتها مثلًا على درجة حرارة متوسطة كده حوالي ربع ساعة، تِلت ساعة، حسب حجم البطاطس. وقبل ما أطفي عليها حطيت فيها الشوكة، لو لقيت الشوكة كده بتنزل وتطلع بمنتهى السهولة تبقى اتسلقت، لو لقيتها لسه محجرة شوية كده أسيبها كمان حوالي 5 دقايق والّا حاجة. بعد كده بقى هاتبّلها بنُص معلقة من الفلفل الأسود، عايزين تحطّوا شطة حطّوا بس أنا ما حطيتش، نُص معلقة من الكمون، وكمان نُص معلقة من الملح، ما تزودوش الملح عن كده عشان لسه هنحط عليها شوية حاجات كده هتحدّقها شوية. والحاجات اللي هاحطها دلوقتي دي اختياري، هم ما كانوش بيحطوها زمان، بس بصراحة يعني اليومين دول كده الولاد طالعين في موضوع إن كل حاجة يحطوا عليها جبن ومش عارف إيه وصوص الجبنة وبيحبوا الحاجات دي جدًا، فعشان كده أنا حطيت جبنة رومي وجبنة موتزاريلا، وكمان دول حوالي معلقتين 3 من اللحمة المفرومة المتعصجة كانوا باقيين كده كنت عاملة بيهم صينية مكرونة. يعني من الآخر عايزين تحطوا جبن حطوا، عايزين تحطوا لحمة مفرومة حطوا، عايزين تحطوا زي ما أنا ما عملت كده كله على بعضه براحتكم خالص، ممكن تعملوها على فكرة سادة وبرضه تطلع حلوة جدًا. لأ استنوا، ده أنا هاحط عليها كمان شوية بقدونس كده، جبت الورق بتاعه قطّعته رفيّع كده من اللي أنا زارعاه في البلكونة، زرعته زي البقدونس والّا لسه؟ أنا زارعة بصل وجرجير وشبت وبقدونس وكزبرة وشوية حاجات كده حلوة أوي. وخلاص هي كده بالنسبة لي كفتة البطاطس يعني بقت جاهزة إن أنا خلاص أصبّعها، لو أنتم بقى عندكم إضافة أو تركاية كده زيادة يعني ممكن تقولوها لي في التعليقات أكون شاكرة ليكم، بحيث إن إحنا كلنا نعمل كل حاجة حلوة إن شاء الله. بعد كده بقى جبت طبق وحطيت فيه بيضة ونُص معلقة فلفل أسود ورشة خفيفة أوي من الملح يا جماعة ونُص كوباية من اللبن. بعد كده بقى هاقلبهم كويس أوي مع بعض وخلاص، الطبق ده جاهز، هنجيب بقى بعد كده طبقين، طبق هاحط فيه حوالي نُص كوباية من الدقيق، وطبق هاحط فيه بقسماط ناعم، لو أنتم عايزين البقسماط ده يبقى خشن أو crispy أو أي حاجة براحتكم. والدقيق ده ليه بقى؟ علشان خاطر زي ما أنتم شايفين كده أنا مسكت بصعوبة جدًا الخليط بتاع كفتة البطاطس دي، هي بتلزق جامد أوي، فعشان كده أنا هاحاول بس أشكلها على قد ما أقدر كده بيضاوي، وبعدين أحطها في الدقيق وأقعد أضغط عليها كويس جدًا. ودي تاني حاجة بتنجّح معاكم كفتة البطاطس، أول حاجة إن إحنا نجيب البطاطس الصغيرة ونسلقها بقشرها عشان ما تشربش كمية مَيّة كتير، تاني حاجة إن إحنا وإحنا بنشكّلها نضغط عليها كويس أوي عشان نقفل